السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم أوس من قناة قصصكم. اليوم طبعا قصتنا عن الفنان يوسف وهبي وشيطان مفترق الطرق. الفنان يوسف وهبي كان مغرم بالغيبيات من وقت اللي قابل الشيخ سليم الطحاوي لما كان صغير، وبعدها انضم للجمعية الروحانية وبعدين للمنظمة الماسونية. حتى الصحفية لوتس عبد الكريم واللي كانت صديقة لعائلته قالت انه هي حضرت وياه جلسات تحضير للجن. بس شنو علاقة يوسف وهبي بشيطان مفترق الطرق؟ وشنو هو شيطان مفترق الطرق؟ نرجع للماضي فترة الثلاثينات من القرن العشرين، وأشهر قصة لهذا المعتقد، وقصتنا هاي المرة تبدأ بأوائل القرن العشرين، وهي ولادة ولد اسمه روبرت جونسون بولاية ميسيسيبي الأمريكية. الولد طلع من بيت أهله وكان عنده موهبة وعشق للموسيقى، وكان يعرف يعزف على الهارمونيكا، بس الجيتار ما كان يعرف يعزف عليه. كان مولع بموسيقى البلوز، وهي موسيقى شعبية أمريكية نشأت على أيدين الأمريكيين من أصول أفريقية. وحسب القصة المتداولة أنه هذا الولد ترك بيت أهله الريفي وهو عنده هاي القدرات المحدودة، فقام يتجول ويفتر بين المدن إلى أن رجع فجأة. بس المدهش أنه رجع وكان يعرف يعزف على الجيتار بشكل ما إله مثيل، وين قدر يتعلم العزف على آلة موسيقية ما كان عنده أي موهبة بالتعامل وياها. هل تدرب على يدين عازف محترف؟ بس ما كان أكو شيء بمسيرة حياة هذا العازف يشير إلى أنه تلقى أي نوع من التدريب على عزف الجيتار. حتى وإن صار هذا الشيء، فوين تدرب وعلى إيد منه؟ ومنين جاب فلوس حتى يدفع مقابل هذا التدريب؟ القصة تقول إنه روبرت تم استدعائه إلى مفترق طرق. مفترق طرق هو نقطة اتصال 4 طرق أو 4 شوارع. هناك مفترق الطرق لقى شخص ضخم منظره غريب، أخذ منه الجيتار وضبط أوتاره بشكل غامض ورجعه إليه. ورا ما قدم إليه ألحان عزفها قدامه بسرعة ومهارة على الجيتار، اللي صار كأنه مسحور من ذيك الليلة. وهيش صار الشاب الأمريكي الأسمر فجأة نجم من نجوم موسيقى البلوز، وصارت حواليه ضجة كبيرة. أما قصة صفقته ويا الشيطان فهو عززها بنفسه من خلال أغنيته المشهورة أنا والشيطان، اللي من كلماتها: باكرا في هذا الصباح عندما طرقت على بابي وقلت أنا مرحبا أيها الشيطان، أعتقد أنه حان وقت الذهاب. أنا والشيطان كنا نمشي جنبا إلى جنب. روبرت جونسون مات وعمره 27 سنة، طريقة ما تقل غموض عن الطريقة صار بيها موهوب فجأة. كان يقدم عرض بولاية ميسيسيبي فقدموا له بطل ويسكي اللي اتضح بعدين انه كان مسموم. مات هذا الشاب بدون ما حد يعرف اسم المتورط بمقتله الغامض. وحتى نكمل الغاز قصة روبرت جونسون، فالمكان اللي اندفن بيه ما حد يعرف وين بالضبط، ولحد الآن اكو مدن أمريكية تدعي انه مدفون بيها، بس ما حد عنده دليل أو إثبات على هذا الشيء. ويبقى روبرت جونسون لغز بحياته وبمماته. وانتشر بوقتها معتقد شيطان مفترق الطرق مثل النار بالهشيم، وقاموا الفاشلين يروحون لمفترق 4 طرق ويدفنون نوع من القرابين بداخل صندوق من المفترق، على أساس بعدها يطلع لهم الشيطان مثل ما يقولون ويوقع وياهم عقد بيع روحهم مقابل أنهم ينجحون بالمجال اللي يريدوه. هذا كان معتقدهم. وهسه نيجي نحكي على القصة اللي حكاها يوسف وهبي عن ممثلة درجة ثانية اسمها لطفية، مواليد 1898 بدمياط، من عائلة ضعيفة الحال. أبوها كان صياد وأمها ربة بيت، وعندها 5 إخوان وخوات. ومن كانت صغيرة كانت تحب التعليم، فكانت تروح للكتاب حتى تتعلم القراءة والكتابة. ومن صار عمرها 16 سنة راحت للقاهرة حتى تعيش ببيت خالها وتدور على شغل حتى تساعد عائلتها. بالقاهرة اشتغلت بمحل ملابس، وبيوم من الأيام تعرفت على عزيز عيد وطلبت منه تشتغل وياه فرقة الريحاني. وبالفعل اشتغلت بالفرقة، وبعدها اشتغلت يم علي الكسار، إلى أن وصلت لفرقة يوسف وهبي. وكان يقول عنها كانت كلش خجولة وملامحها بيها حزن. ومن بدأ يشتغل بالسينما كان ينطيها أدوار صغيرة مثل الخدامة أو صديقة البطلة. حالتها المادية صارت زينة، فتركت بيت خالها وسكنت بغرفة بسطح عمارة بروض الفرج. كان أكو معجب بيها دائما يجيها للمسرح ويدزلها ورد، وكانت مستغربة منو هذا المعجب المجهول، لأن هي ما كانت نجمة أو حلوة مثل زميلاتها. وبيوم من الأيام وقف قدام المسرح وقدم لها نفسه، وكان شاب ملامحه أجنبية وواضح عليه الغنى والترف. قال لها إنه هو طبيب ومن عائلة كبيرة وأمه إنجليزية ووالده متوفي. ورا تعارفهم فترة قصيرة طلب يتزوجها، وكانت ما مصدقة نفسها من السعادة اللي عاشتها. تزوجوا وسكنوا بشقة بالحلمية. ورا أسبوع بدأ يغيب عن البيت ويقول لها عندي خفارة بالمستشفى اللي يشتغل بيها. ومن يتواجد بالبيت يدخل المكتبة ويقفل عليه الباب ويسهر للصبح.
ومن يطلع خارج البيت يقفل باب مكتبه بالمفتاح. من قالت له هي حامل فرح كلش، وكل يوم يسألها ما تحرك الجنين، وبعدها اختفى ودورت عليه بكل مكان. ومن راحت للمستشفى تسأل عنه اكتشفت انه هو لا طبيب ولا يشتغل هناك. انهارت وكسرت باب مكتبه وكسرت الجرارات، فلقت شيء ما كانت تتوقعه، وهذا كان بداية كل المصايب اللي شافتها. فشنو لقت؟ كانت منهارة وكسرت باب المكتب والجرارات، ولقت كتب باللغة الإنجليزية وأوراق بها طلاسم ما فهمتها، وعظام وقطع قماش مكتوب بيها رموز بالدم. وثاني يوم شوفتها مع صديقتها بالفرقة، فاخذتها الساحر بحارة اليهود، فقال لها هاي الأوراق والعظام والطلاسم استدعاء جن سفلي قوي، واللي يستعملها يسوي سحر أسود. بس ما قدر يدليها على مكان زوجها، ونصحها أنه تتحذر منه كلش وتخاف على جنينها. فحاولت تعرف ليش حذرها على جنينها، بس ما حكي. باقي زملائها بالفرقة نصحوها تروح ليوسف وهبي لخبرته بالأمور الروحانية، فنطتها الأوراق اللي لقتها، فحصها وقال لها زوجها مستعد يبيع روح الشيطان مفترق الطرق حتى يحصل على الفلوس. خافت كلش، ومن شرح لها يوسف وهبي أكثر راحت للشرطة تدور عليه حتى تطلق منه. من راحت للشرطة وشوفتهم صورته تفاجأت أنه الشرطة أصلا تدور عليه لأنه متهم بذبح بنت ليل بمنطقة وش البركة، بس انطوها غير اسم. فخافت أكثر وقامت تقفل على نفسها كل البيبان بالبيت. الجمعية الروحية عقدت جلسة يمها بالبيت وسووا تحصين روحي إلها وللبيت. ومن ناحية ثانية نصحها كم شخص تشغل اسطوانة قرآن للشيخ محمد رفعت. ورا شهرين تقريبا ومن صار حملها بالشهر الرابع لقى زوجها قدام بيتها واقتحم البيت بالقوة وحاول ياخذها وياه، فقامت تصرخ وتجمعوا الجيران وحاولوا يمنعوه، وفجأة شافوا عيونه تجحظ ووقع قدامهم ميت. الكل كانوا متعجبين من الصار، وتشخيص سبب الوفاة كان أزمة قلبية. ومن صارت حامل بالشهر السادس ولدت طفل مشوه وميت. ظلت تشتغل ويا يوسف وهبي إلى أن توفت وعمرها كان 47 سنة بسبب ضعف القلب، اللي اكتشفوه بعدين أن والد زوجها انتحر لأن ماشي بنفس طريق السحر الأسود اللي تعلمه من كان عايش بالخارج، وتزوج من إنجليزية هي أم زوج هاي الممثلة. زوجها اللي مشى بطريق أبوه وكان يستهدف بنات الليل بالمناطق الفقيرة حتى يذبحهم، كان يستخدم أسامي هواية، لهذا الشرطة ما قدرت تلزمه. ومن عرف هاي الممثلة عائلتها فقيرة كان محتاج جنين حتى يقدم قربان شيطان مفترق الطرق، فتزوجها باسم وهوية مزورة. وبهيج تكون انتهت قصة الممثلة اللي حكى عنها يوسف وهبي بإحدى المقابلات الصحفية، وكانت قصتها بكتاب الأحمد فهمي بس بدون ما يذكر اسمها. ولهنا خلصت قصتنا لهذا اليوم. إن شاء الله عجبتكم، لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ونقول لكم دمتم في أمان الله وإلى لقاء قريب.